صوفيا بالله ما نجراو عليها من الاوتيل هنا في هولندا في غوتردام. اواه دابا قولي لي المنتخب الجزائري عنده وديه مع المنتخب الهولندي بلدي الثاني. ويلي وعليها تقول هاد الشتاوات والرعادات والرياحات منين جاو؟ ساعه المنتخب الجزائري في هولندا مع المشجعين ديالو. بالله علاش جراو عليك من الاوتيل؟ اشوفي ماشي الهولنديين، ما تلصقاش بهولنديين، لا 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 ديالكم جزائريين جراو على جزائريه من اللوتيل، قالوا لها هذيك صوفيا باللامان واتباعوها يخرجوا من اللوتيل. لا شويه مونديال تي اش درتي؟ اولا داكشي السوابق كحله الدواسه تبع بلادك. anyway انا مع المنتخب الجزائري 1 2 3 فيفا. We feesten door tot 's avonds laat, nog lang niet uitgeblust. يو السلام عليكم، كي دايرين الاخوان؟ لاباس عليكم؟ هانيين خوتي العزاز. ومع الاخوان جبنا لكم عاوتاني شي فيديوهات ديال اليوم ديال بعض الجماهير اللي كيشجعوا معنا المنتخب الوطني المغربي والاعلام الجزائري والاعلام البرازيلي اللي كيترعب من المنتخب الوطني المغربي. المهم الاخوان شوفوا معايا. هذا وهبي أسوأ مدرب في تاريخ المغرب. كان مدى أشقر تربحها كان 4 من البرازيل. ايش نية باش تعمل فيك؟ قبل ما تحكي هذه الهدرة كمل الفيديو للآخر باش تفهم. بداية وهبي مع المنتخب ما كانتش مثالية. أول مباراة ليه مع الإكوادور ما نجمش يربح، تعادل. وقت الإعلام هجم عليه، قالوا عليه مدرب هاوي، مدرب ما نجمش يقود المنتخب، مدرب فاشل، مدرب ما نجمش يحقق الشطر اللي عمله الرقراقي. أي مدرب في بلاصتو صدقني دبري يقول عليه هجموا علي، انا مازلت ما بديتش. لكن محمد وهبي ما جاوب حد، قعد ساكت وبالخدمه نتاعو بدا يجاوب. ثاني مباراه ليه ربح الباراغواي، المباراه الاخيره ربح بوراندي بال5، وماتش اليوم ربح باكستان بال4، مدى اشقر بال4. يعني قاعدين تفهموا ولا قاعد فما تحسن في النتائج وما زال يجرب. كان باش تقول لي بوراندي ضعيفه ومدى اشقر ضعيفه، نقول لك المنتخب المغربي الماتش الجاي باش يكون مع النرويج. يعني تقريبا الاداء الحقيقي للمنتخب المغربي باش نشوفوه ضد النرويج. بعدها المنتخب المغربي باش يلعب اول مباراه ليه في كاس العالم، وهون نحكيو على القمه المنتظره، القمه الناريه اللي باش تجمع المنتخب المغربي مع البرازيل. يا بختك يا المنتخب المغربي، من لا ماتش استنى فينا ومن لا قمه. والله ما تعرفش قدين نستنى في هذا الماتش. المهم شباب، دونك الماتش الجاي باش نشوفوا تقريبا النيفو الحقيقي نتاع المنتخب المغربي. ما نفاش تستناو، تعمل لنا متابعه وتخلينا توقعك لنتيجه المباراه، وتحفظ الفيديو عندك، ونتقابلوا بعد الماتش. وكالعاده حظ موفق لجميع منتخباتنا العربيه، المنتخب التونسي الجزائري والمغربي. السلام عليكم. جرب اللعيبه قبل كاس العالم. حقه انا زعلان ان بونو مش موجود والله. هذه يا ولد الله عليك، مين هذا؟ صباري يا صباري. والله اسماعيل لعيب. صباري بدهم اياه ميونخ. ميونخ بدهم اياه. حقه ممتاز. والله يا اخوان انا كثير قلقان على مستقبل المنتخب البرازيلي والمدرب تبعه. انا خايف على البرازيل، انا حزنان على البرازيل من هسه. اول مباراه فاز 5 فاز. مستقبل مدرب البرازيل على المحك. هيك ودي كيف بس حلو لعيبه صغار، لعيبه بس هيك تشكيله لسه مش كامله تشكيله. هم لسه هيك يعني بيلعبوا على الطريق. لسه نص التشكيله برا. والله الوهبي لما مسك يا سلام، ما احنا كيف لفت. انا والله واثق كل الثقه بوهبي. ما عندهم ودي رسمي، كل واحد ضغط عالي ضغط عالي. شوف يا ولد يا سلام صباري الثاني والله لعيب. برافو الضغط العالي يا عمر، الضغط العالي مرعب. بيحكوا لي يا جماعه والله افضل منتخب عربي والله 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 مع احترامنا لكل المنتخبات العربيه ومنها احنا في شغله والله ممتازين. في شغله انا مش فاهمها، ليه يعني ليه لعب مع مدغشقر مثلا؟ يعني انا لو كان المغرب بطلب الارجنتين اتسلى. حسب الكادر جد والله يا اخواني تقولوا بالتعليقات يعني ليش المغرب اختار مدغشقر؟ طب يا اخي في ارجنتين، في البرازيل مستحيل. يعني انه اسمع انت بدك تلعب مع فريق امريكي جنوبي. ايوه يعني لانه بيلعب معاه في كاس العالم.
المفروض يختار الفريق اللي قدامه يوافق كمان. بس ماخذ الموضوع بجديه زيادة عن اللزوم المغرب صح؟ ضغط عالي. معقول طلبوا الارجنتين خاف؟ ممكن قال لك احنا بدنا نشوه صورتنا ماخذين كاس عالم احنا بدنا نشوه صورتنا قدام المغرب. اوه حلوه جوات الجزائر. شوف هاي المزيكا شوف هذا يا زلمه ديله روحه وناحي السلام حبيبي يا الله سلام. الله بلنتي يا ولد داس على رجله. بلنتي داس على رجله. استاهل وناحي انتو بجنن يا زلمه. داس على رجله بطل. طلع من بين والله الأربعة. وناحي يا زلمه مش طبيعي انت. كيف كيف يا اخوان خفيف خفته حلو كثير. يا اخوان راح يعمل انا كاس مستغرب كيف بيلعب العالم مع جيرونا والله. والله راح يعجب كاس العالم. انا مستغرب وناحي راح يطلع حرام هيك مول تلعب جيرونا ما راح يضل جيرونا اصلا جيرونا هبطوا يا مدريد في وناحي برشلونه والله لازم واحد زي هيك. استبلزم برشلونه اكثر والله. على اسلوب لعبهم. اوه بلنتي يا داس على يا رجله بلنتي داس على رجله. وحش. رحيمي يلا يا رحيمي واو. هاي بالجول تمام برا. كيف ضيعها؟ المغربي ارحم شوي يا زلمه بيفهموش لا وديه لا مش اسمع. وديه قبل فيهم. روح يا زلمه. في شغله احلى يا اخوان الجمهور قديش عدد الجماهير في الملعب ماخذين الموضوع بجديه. جدي اذا كان مباراه بكاس افريقيا الملعب فل عادي ما في مشكله. الفريق الخامس رائعين يعني شوي ابراهيم صاروخ والله حلو والله. السلام عليك يا ما شاء الله سفيان. جمهور. ما شاء الله الجمهور يا اخوان تقريبا معبي الملعب وهذا شيء كثير حلو يا ولد. شفت كيف الحارس؟ والله ما مستحيل. اشوفها وين اشوفها؟ مستحيل. عمقت عليها وما قدر. لا ما بقدر طلعت طابع زي شوطات كريستيانو رونالدو ترى. طلع 1 2 3 4 أربعة طبيعي. 4 بيضغط طبيعي يعني. يلا ابراهيم شوت يو كمان ايوب 4 يا 4 جماعة. بضغط على اللاعب. ما تكمل من غير ايوب ما تكمل. الله عليك والله يا ايوب والله يعني افتقدناك والله ب 2022 بكاس العالم. دياز بس صلح غلطتهم ورجعوه. ضغط العالي. بدي افهم شغله لاعب زي دياز بيقعد عنده الدكه بيقعد عندكم دكه كيف؟ لدقيقة 81 كيف اسالكم بالله كيف شوف كيف لدقيقة 81 بضل برا بمدريد قاعد. ثقة أربلوه. ابراهيم دياز لا يصلح لاعب اساسي. طلع يا زلمه طلع الله يوفقك. شوف والله يا زلمه والله هي الجول ابراهيم. طب انا بسالكم سؤال واسال الناس اللي بالتعليقات، يا اخوان تتوقعوا انه ابراهيم دياز يطلع من افضل لعيبه كاس العالم؟ والله انا شفته افضل لاعب انا اتمنى تعرف ليش؟ كاس العالم تعرف ليش؟ أفريقيا الأخير. عشان يحرج نادي ريال مدريد. شكون اللي مازال زيد شوف من هيك شكون اللي مازال من هيك اللي اوفون. هذه احنا دي سيبورتيز ليكيب ناسيونال رانا 4 من الناس 1 2 3 4 من 2009 اون ديبلاس افيك ليكيب ناسيونال بهدلونا مع السلطات الهولنديه. قال لك بعثي لنا هذا وقول لهم خرجوهم من التريبون خرجوهم بليتو من التريبون نحلم بالتريبون خرجوهم من لوتيل. الوغ حنا جزائريين مناصرين ماشي من اليوم. يا سليم وسيد فين كوكو سليم فين كوكو فيه فوالا دونك نو فون سورتير سون ريزون محترمين لابسين محترمين كنا قاعدين هين نتقهواو فوالا يخرجوا غير لي زالجيريان اسمعوها شوفوا الناس سيتي ليو بيبليك خاوتيه هذا سيتي ليو بيبليك يخرجوا غير لي زالجيريان باش تعرفوا كيفاش راكم مبهدلين بولاد الجزائر وحنا جايين من طرف الدنيا مخلين ديارنا ومسلفين درهم باش نشوفوا سيبورتي الفريق الوطني ويقولوا لهم شوف ذاك التبهديل يا رئيس الجمهوريه تبون اللي كنت تقول باللي تحمي الجاليه جايين سيبورتي الفريق الوطني يقولوا لهم خرجوا غير لي زالجيريان يبهدلوا فينا مع لي نيرلاندي. قال لك لو ستاف هذاك تاع التكنيك بيان سور هذه ديزانستركسيون جايه من عند صادي يقول له باللي ما تخليش لي زالجيريان سمحنا بني اسرائيل حنا صهيونيين حنا ما عندناش الذروه ممنوع نهضروا مع لي جوار. الوغ كو الدوله الجزائريه نظمت الانطرينمون مفتوح للجاليه الجزائريه للجزائريين في براقي ما شاء الله واستقبلتهم وحنا جينا باش نستقبلوهم. هذا هو بالذات. نحيدك ما توشينيش بالك توشيني راني خارجه خاوتي احتراما برك لا سيكوريتي تاعنا باسكو هما مساكن عندهم دي انستركسيون حنا اون با سورتير باش يكون الشعب الجزائري يكون على باله بلي واش راه صاير يمنعوك من الفريق الوطني. روح انت روح شوفوا خاوتي كيفاش يمنع في لي جوار يتصوروا شوفوا هذا ما نعرف كاع منين جابوه شوفوا هذا اللي يزعق فينا هذا هو باش الشعب الجزائري يكون على باله. هذا كي قلت لكم باللي الفريق الوطني اصبح ملكيه خاصه بيتكو ما نمشي لهم انا خويا انا ما نقولش لهم كاع ما تكسرش راسك. انا كي نحب نشوف لي جوار تالمو حمير في رصانهم خلونا نطيحوا
رجعت ريما العاد القديمه. صوفيا بالله ما نعاود ثاني راه بان كاس العالم هذا. ايوا نتفكروا يا ما تعاود ثاني قصامه والتحاليل السريريه، ويا ما تعاود ثاني التيران تاع العربي شاكر وايطو الكاميرون، وعاود ثاني نتفكروا حتى الايام اللي كانت عندنا هنا في المغرب. ولا لا يلاه قول لي بغيتي نقول لكم كاينين 8 الفروق عربيه مشاركين في كاس العالم. جوج الفروق اللي دايرين الضجه، المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، غير هما كل واحد داير الضجه بطريقته. المنتخب المصري داير الضجه على حسب الوفد المرافق للمنتخب، الوفد المرافق للمنتخب 65 واحد. اما بالنسبه الجزائري عاوتاني شكال اخر. المشكله نتاع الجزائريين هو الجمهور تيسحبوا واش تملك هذوك اللاعبين راه عندهم حياه، عندهم حياتهم، تيجي بغى يلعب ويزيد بحالها، ماشي تملكتيه لا اجي تصور معايا لا وقف معايا لا بغيت منك. واش هو مسالي ليك؟ شكون انت؟ راه كاينين الملايين الناس تيحبوه. خوتي المغاربه تحياتي لكم، وتنتمنى للمنتخب المغربي التوفيق في هذا كاس العالم ان شاء الله الكريم، ويكونوا شي افراح ان شاء ربي الكريم في هذه المملكه. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سميتي راسك كينغ وما بان لا عرش لا تاج، غير هضره في الفاضي والواقع خارج الكادراج. داخل بالكلاش باش تجمع شويه ديال الفيوهات، حيت الطابور ديال الراب وما عندكش انجازات. كتغوت بزاف بحال الا رابح حرب كبيره وانت غير موجود دز في دقيقه قصيره. جبتي جغروطه عنوان باش يبان لك وزن، ولكن المحتوى خاوي والفرق واضح للعين. كتقلب على الجدل باش الناس ترد عليك، حيت الفن بوحدو صعيب يوقف معاك ويغطيك. انا جايب القافيه بحال السهم المصوب، وانت داير بطل الشاشه غير في الدور المركوب. كتبيع الوهم للناس وكتسميه انتصار، واي واحد كيسمع مزيان كيعرف الاسرار. لا فلو ثقيل لا معنى لا بناء، غير ضوضاء زايده في وسط الهضره العوجاء. الراب ماشي صوت عالي ولا وجه مكشر، الراب فكره وميزان وانت باقي كتجرب. كتحس براسك وحش الساحه غتخاف، ولكن الحقيقه كتبان من اول ميكروفون شاف. كل مره كتبدل لونك على حساب التراند، واي ريح كتهب عليك كتولي معاها براند. انا ما كنسبش ولكن كنحط المرايه قدامك باش تشوف الفرق ما بين الصوره واحلامك. منصه كبيره وكلمات صغار بحال قصر من ورق قدام اول اعصار. كتقلب على العناوين وانا كنقلب على الخلود، بيناتنا فرق كبير بحال الرمل والحدود. هذه غير جوله والرب شاهد، بحال الاسم كيدوي نهار والموهبه كتعيش اجيال. يلا تلاح الله الله، وما خافية كان اعظم. واش ما كانوش كيظنوا بان هاد الاحصائيات غادي تخرج للوجود ولا ما عرفتش؟ كيقول لك ديرها غير مزيانه. المغرب النيه ديالو تخرج فيك. في الوقت اللي كنشوفوا الارجنتين كترشح المغرب بواحد النسبه عاليه الجماهير ديالها، الاوروغواي كيرشحوا الجماهير ديالها المغرب بواحد النسبه عاليه، فرنسا كترشح المغرب بواحد النسبه عاليه، الاخرين كلهم مع البرازيل. الايام بيننا نورمال، ما يبغيوناش نوصلوا لا فينال نورمال. ديرها غير مزيانه توصل غاية للبرازيل. إن المغرب هو من يثير القلق. التعادل في المباراة الافتتاحية ليست نتيجة سيئة. يجب الفوز على المغرب في المباراة الثانية. إذا استطاعوا التأهل من هذه المجموعة فسيكونون قد فازوا بكأس العالم فعليا في نظرهم. البرازيل أسهل، ولكن قد تكون الأصعب أيضا. أعتقد أن الفريق سيخوض مباراة افتتاحية معقدة للغاية ضد المغرب. المغرب أحد أفضل الفرق في أفريقيا، وصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم الأخيرة، ولا يزال لديهم معظم لاعبيهم. وغير المدرب الذي تولى تدريب الفريق قبل 3 أشهر فقط من كأس العالم، وحقق إنجازا تاريخيا، أعظم إنجاز في التاريخ، أفضل في تاريخ إفريقيا. الآن وبعد 4 سنوات من التماسك المتزايد ومن التعزيز، وخاصة مع حكيمي الذي لا يزال المرجع الأساسي للفريق، تعد هذه بداية صعبة للغاية للبرازيل. ممتاز يا رجل. المغرب في حالة جيدة الآن، صحيح. في بطولات الشباب أبطال كأس العالم تحت 20 سنة، ووصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم. كنت أتابع هذه المباراة عن كثب. لا تبدو من تلك المباريات السهلة، بل هي أبعد ما تكون عن السهولة. هذه كلمة لا يمكن استخدامها لوصف هذه المباراة ضد المغرب. صعبة للغاية. نعم، لقد كانوا من أصعب الخصوم الذين كان من الممكن أن تواجههم البرازيل في المستوى الثاني. إذن هو فريق قوي لهذه البطولة، أليس كذلك؟ نعم، على البرازيل أن تكون حذرة للغاية. لقد رأينا كيف سارت المباراة الودية ضدهم، أليس كذلك؟ بالطبع، كأس العالم مختلف
مختلف تماما. أعتقد أنها مجموعة سهلة نسبيا للبرازيل لإنهاء البطولة في المركز الأول، لكن على البرازيل أن تكون شديدة التركيز. هذا ما توقعته بالفعل. نحن نتنافس مع المغرب على المركز الأول في هذه البطولة، نتنافس مع المغرب على المركز الأول بلا شك. لنناقش مجموعة البرازيل أولاً، والتي تضم البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا. حسناً، لنتحدث عن البرازيل. هذا كل شيء. مجموعة البرازيل اللي هي البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا. هذه المجموعة، إن المغرب هو ما يثير القلق فيما يتعلق بنمو كرة القدم المغربية، وخاصة فئات الشباب وأداؤها في كأس العالم الأخيرة. لكنني أعتقد أن البرازيل ستتأهل أولاً، حتى مع فترة أنشيلوتي القصيرة جداً. أعتقد أن كل المؤشرات تدل على أن البرازيل ستتأهل أولاً. كيف ترى هذه القرعة للمنتخب البرازيلي؟ أرى الأمر بنفس الطريقة. البرازيل في المركز الأول والمغرب في المركز الثاني. في هذه المجموعة أعتقد أن الصعوبة تكمن دائما في المباراة الأولى، والقلق كما قلت سيكون قلقنا أيضا، ولكنه سيكون قلق المغرب أيضا، لأنهم يجب أن يروا وجود اسكتلندا وما ينتظرهم، أليس كذلك؟ أعتقد أن المغرب سيفكر بنفس الطريقة. حتى تلك اللحظة أعتقد أن الصعوبة قد تكمن في أن المغرب قد يأتي إلى هنا من أجل التعادل، مما يجعل الأمر صعبا للغاية على البرازيل والحصول على التعادل، خاصة إذا تمكنوا من الفوز في المباراتين الأخريين والوصول إلى المركز الثاني. البدء بالتعادل لن يكون جيدا، أليس كذلك؟ أخبرني يا داني. المهم الإخوان، هذا الفيديو ديال اليوم الإخوان، كنتمنى تدعمونا بواحد اللايك. هذا الانتشار ديال الفيديو كيكون بالجيمات. المهم ان شاء الله ما تنساوش تدعموا هذه القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو معكم. الله يسعدكم الاخوان.